النهارده وجبة مختلفة تماما عن كل الأيام اللي احنا عملناها. النهارده معانا سمك يا جماعة، بس قبل أي حاجة نصلي ونسلم ونبارك على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا هنشوف أمهاتنا الحلوين وإخواتنا هما بيشووا السمك. شوينا السمك وحطينا، الحمد لله الكل بيساعد مع بعضه علشان نوصل لأحسن نتيجة. إطعام غير القادرين، 5 رمضان، سمك ورز وسلطة وزبادي. إن شاء الله معاكم لآخر الشهر. شاركونا فرحة إطعام غير القادرين. ما شاء الله يا جماعة، كلنا هنا ايد واحدة، الكل بيشتغل، الكل بيعمل. مفيش حد اسمه ان احنا يعني كله زي بعضه بالظبط. برضو حبيت اعرف الناس برضو حاجة مهمة، مجموعة الخير اللي بتعمل الاكل وبتعمل الوجبات دي والله بدون مقابل نهائي. هما متبرعين لوجه الله، بقالنا 13 سنة على هذا المنوال. مفيش اي حاجة، احنا مش بننتظر من اي حد اي حاجة. الحمد لله، دي حاجة بينا وبين ربنا كده. ربنا يعيننا ان شاء الله، وتيجي السنة 14 وال15 نفضل طول العمر في إطعام غير القادرين. لو حضراتكم تفتكروا معانا السنة اللي فاتت كان سمك وعيش وسلطة ومخلل. احنا السنة دي عملنا بقى سمك ورز ومخلل وسلطة وزبادي. احنا قلنا ان الرز تغذية اقوى واحسن. وزي ما قلت لحضراتكم، زي ما بنعمل في بيوتنا بنعمل هنا بالظبط. لازم نغسل الحاجة قبل ما توصل لأصحابها، لازم حاجة السلطة لازم توصل لأصحابها حاجة نظيفة على الأكل مباشرة. احنا بنراعي ربنا في كل حاجة، زي ما بنعمل في بيوتنا بنعمل هنا بالظبط. شاركونا فرحة إطعام غير القادرين، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم جميعا. لكل من ساهم معانا. الحمد لله تمت الواجبات على أكمل وجه، وكل سنة وحضراتكم بألف خير. السلام عليكم.